السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الفلكي اليمني وتوقعات العام الهجري 1445 بعلم الأرقام. طبعا نقوم بجمع الأعداد 1 و4 و4 و5. 1 و4 يساوي 5، زائد 4 9، و9 و5 يساوي 14، و14 تعني 5. إذا العام الهجري يساوي 5. وطبعا معروف أن يوم الأربعاء هو أول يوم من أيام السنة، واليوم الحاكم ليوم الأربعاء وهو عطارد. وأما العدد 5 أو يوم العدد 5 الحاكم له المشتري. وأما البيت الخامس في الفلك يحكمه الشمس. إذن هذه الثلاثة الكواكب متداخلة، شمس ومشتري وعطارد، تتداخل هذه السنة وفي السيطرة على السنة، لكن القوة العظمى هي لعطارد. وعطارد هو لا كوكب نحيس ولا كوكب سعيد، هو متردد. إن جاور السعداء سعد، وإن جاور النحس انتحس. ولذلك سنتكلم عن دلالات الرقم 5 في الخريطة الفلكية. وأما عن دلالة الرقم 5 في الأبيات فهو يدل على الزواج أو الخطبة والحمل والولادة والرياضة والسينما والترفيه والتعبير عن الذات والزنا والعلاقات الغير مشروعة والمثليون. طبعا هذه دلالة رقم 5 في الفلك، لكن أهمها التعبير عن الذات. طبعا هذا موسم إما أن يحمل فيه زواج أو غير الزواج، علاقات غير مشروعة، أو خطبة أو حمل أو ولادة. لذلك أكبر نصيحة للنساء في 2000 وفي عام 1445 خصوصا للحوامل أن ينتبهن على الأجنة. هناك استعداد للحمل، واستعداد للخلفة، واستعداد لإنجاب الأولاد، ولكن هناك ما هو شيء مضاد. قد يكون أشياء تسقط هذا الحمل. عليكم الانتباه في الحمل هذه العام. وكذلك هو ربما يكون عام رياضة أو العكس، أو تدمير الرياضة. قد يكون عام سينما وترفيه أو العكس في العالم كامل. وقد يكون عام إما للزواج أو للزنا. هذا البيت يتفعل، لذلك حاولوا أن يكون، هذا واجب الجهات الرسمية وواجب الأسر، أن يكون تفعيل هذا البيت لصالح الزواج، صالح الحمل، صالح الولادة، لا يكون لصالح المثليين أو لصالح العلاقات غير الشرعية. إذن هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية من؟ الأسر، مسؤوليات الجهات الرسمية، مسؤولية الجمعيات بترخيص المهور إلى آخره، لكي يتفعل الزواج لا يتفعل الزنا ولا يتفعل المثليون. طبعا بخصوص المثليين سيصل عشرات الرؤساء أو عشرات القادة أو إلى مناصب عليا في العالم من المثليين. عام سنسمع فيه فضائح عن المثليين. المثليين سيصيرون قادة في دول. المثليين هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية الجهات الرسمية، مسؤولية الأسر، مسؤولية الآباء، لئلا يتفعل الزنا والعلاقات غير المشروعة في هذا العام. عليكم أن تنتبهوا لأولادكم، على الدولة أن تنتبه للشباب والشابات ويتفعل الزواج. يعني مفروض أن تكون سنة زواج جماعي، لأن البيت يتفعل، هذه المنطقة تتفعل. ونسأل الله السلامة للشباب، وفي أمان الله، ودمتم بالخير.